كلمة للفزعة، هي فزعة مش إعانة للشعب التونسي ولا طعن في الشعب التونسي أو غيره. الناس الأولى قالوا مولا التاج يحتاج، والناس الأولى قالوا يحتاج مولا التاج في حانوته اليابان سارح بلغته مقشوطة. هذه فزعة بين الخوت وبين الجيران. مفروض بعض من وسائل الإعلام العنصر النسائي اللي يتكلم ويقولوا كيف ما كيفش، هذه ما فيهاش عيب ولا فيها حرام. هذا احني أهلنا التوانسة واحني أهل للتوانسة، والناس لبعضها الليبي يفزع للتونسي والتونسي يفزع للليبي والجزائري يفزع لغيره وكذلك الكلام هذا. لكن تبدو وحشاكم بوسائل الإعلام وبعض من الشباب الفاسد، مع احترامي للتونس المحترم، تبدا تقول كيف واحنا حرام وانتم كنتوا تساسوا وانتم كنتوا ترى شنو. احنا ما ساسيناش، ما نساسوا لحد، ساسينا لاهلنا وساسينا لنفسنا. وهذه لما بعثناها لاهلنا وخوتنا وناسنا في تونس، ولما بعثتها الدوله بعثتها للشقيقه تونس، لان فيها خوتنا واهلنا. غدوه بعد غدوه تصير النكبه على يني تبعث لي وني نبعث لك، ما نبعثها لك ني وتبعثها لي انت، خير ما يبعثها لك الغرب، يبعثها لك الاستعمار. احنا اسلام نقولوا لا اله الا الله. ونحيي على هالكلام هذا كله، نحيي اخويا الشندول اللي كلامه محترم ومؤدب، وفيه ناس بعض من الناس ما تبيهش عندكم غادي. هذا كلامه صح. فزعه صارت لي من تونس والله كانها صارت لي من ليبيا، فزعه صارت لي من الجزائر والله ما تزيد من شرف وعز. هذه فزعه ومساعده لاخويا، الخو ساعد خوه، مش يقولوا خوك هو خوك حزامك وخوك منه يرمي رقبته قدامك. ليش تضحكوا علينا في الاستعمار يا وهب؟ خاصة العناصر النسائية المفروض كان فيه توانسة حق شرف اللي نعرفه مني النساوين اللي يتكلموا في الواحد. والله ضمي خليقتك انت وطلع هيك، ما تخشيش بين شعب ليبي وشعب تونسي. الاشراف الليبيين والاشراف التوانسه عمركم ما تخشوا بيناتهم. الاشراف الليبيه والتوانسه والجزائريه والمغرب العربي كامل ما فيش حد يخش بيننا. احنا السوس قريب يخش بين حياشنا. ابعدوا على الفتن، ابعدوا على الفتن، الله لا يربحكم. وبارك الله في كل صاحب خير قال كلمة طيبة بين الدول الشقيقة. وإحنا راهو غير قسمنا الاستعمار وبيزيد يقسمون أصحاب الفتنة هذا وأمثالهم، والله بيقسمونا. إحنا شعب واحد ويد واحدة وكلمة واحدة وفزعة واحدة، زي ما دار الدغباجي ودار بن عسكر الفرسين ودار الشهيد البطل عبد الله الحداد. والتحية للرجال أينما كانوا، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في مصر. السلام عليكم.